هلو ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. وحشتوني جدا جدا. فيديو النهارده هيبقى ميك اب زي ما انتم شايفين. الميك اب لوك ده هنعمله مع بعض بمنتجات جديده انا جبتها، كلها منتجات وبرودكت جديده. كنت جايباها في الخصومات من سمير ويليام وارواج ميبلين. وهنستخدم فاونديشن لوريال الجديد، وهنستخدم حاجات جديده كلها. فلو انتوا حابين تشوفوا الفيديو ده كملوا معايا الفيديو للاخر، بس ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتشتركوا في القناه. عشان يجيلكوا نوتيفيكيشن بكل فيديو جديد نعمله. تعملوا لايك كبيره قوي. وايه، يلا نبدا الفيديو بسرعه. الميك اب اهو. هنعمل ميك اب، هنستخدم فاونديشن لوريال الجديد، وهنستخدم هايلايتر ويت اند وايل، وهنستخدم اروج موبيلين الجديده، وروج ويت اند وايل، كونسيلر لاجير. يلا نستخدمها. اول حاجه انا رطبت بشرتي وحطيت عليها السكين كير بتاعها كله. هستخدم الفاونديشن دوت من لوريال، الدرجه بتاعته 130. كنت جايباه من سمير ويليام في الخصومات. هحطه كده. اوكي، مش بحب احط كتير يعني. او ماي جاد، او ماي جاد، بجد الغباء بتاعي. بصوا انا عملت ايه. اهم حاجه البشره تكون مترطبه، وتكون يعني حاطين السيرم بقى والسكين كير بتاعها وكل حاجه. لو عايزين هدمج بالفرشه دي. ولو عايزين الميك اب يبقى لوس كده، الفاونديشن يبقى لوس ويبقى مش مخطط ويبقى بيندمج معانا على طول وكده وحلو، حطوا عليه مرطب وادمجوه بيه. بس انا ما بعرفش، انا فاشله احط في الموبايل، في كاميرا الموبايل. فانا هدمجه وارجع لكم. بصوا الفاونديشن، الفينش بتاعه حلو قوي قوي. يعني فاونديشن بجد تحفه وخفيف. الفاونديشن دوت مناسب للبشره الجافه، هو خفيف قوي يعني، هو ميديم كفرج. هستخدم الكونسيلر بتاع لاجيرل. ماشي، وهبدا ادمجه بقى. برضو ندمج الكونسيلر، انا بحب ادمجه بايدي خالص. ونرفع عينينا لفوق كده. اوكي، الكونسيلر دوت فول كفرج وبيبقى رخيص جدا، بيبقى ب90 جنيه، موجود عند بيج دكتور ايمين. هبقى اسيب لكم اللينكات في الديسكريبشن بوكس. دمجت الكونسيلر. اوكي، هحط بقى التنت دوت بتاع اماندا، الدرجه بتاعته 05. الدرجه دي فظيعه، انا بستخدمش غيره على فكره. وجبت فاونديشن شجلام وكده عشان الكلام اللي نقطه نقطه فظيعه بتغرق الدنيا، والله العظيم. فظيع فظيع بجد قوي. بدمج طبعا التنت بايدي. بصوا بصوا، فظيع. طبعا انا ما حطيتش كتير عشان هو اصلا، طب يعني انا مش شايفه حاجه في الكاميرا. هثبت باللوز باودر بتاعت اماندا، الدرجه بتاعتها 05 برضو، اللي هو نود لوك. هتاكد ان تحت العين مدموج بس كويس. اوكي، ونرفع عينينا لفوق علشان ما يخططش. وهاخد منها تنتوفه اهي، تنتوفه، وهنفضها على ايدي. وهرفع عينينا لفوق كده عشان نثبت، عشان ما يدخلش في الخطوط. وهثبت تحت عيني، هاخد برضو تنتوفه كده صغيره وهنفضها هنا. نرفع عينينا لفوق عشان الخطوط، لو نزلنا عينينا لتحت. بثبت بس تحت عيني، انا ما بثبتش اي حاجه تانية. بثبت بقى البشره نفسها. لو هتحطي كونتور تحطي تثبتيه كونتور كريمي، تثبتيه ببرونزر او كونتور باودر. لو احط بلاشر كريمي، اثبته ببلاشر باودر. لكن انا ما بحبش احط باودر على وشي كله، خصوصا في الشتاء. هحط برونزر اللي هو فيزيشن فورمولا. الدرجة دي سان كيست، هي مش بتبان عليا قوي بس هي حلوة وريحته كوكونات. يعني البرودكت دي كلها انا بحبها وبستخدمها. و بستخدمها على طول يعني، هي الميك اب المفضل عندي برضو، وجديد لسه جايباه. بصوا، بتحطوا كده. احط بس ايه، يعني هو مش هيبان قوي بس هو بجد بيبقى حلو قوي. يعني انا بحب كده ايه، يعني اللي هو تاتش كده بسيط. وبحب بقى ده بلاشر كنت جايباه من كاريتيه، تحفة. يعني انا ما بحطش غيره تقريبا، الدرجة بتاعته تحفة. باخده بقى بنفس الفرشة عادي، وبحطه في الاماكن اللي حطيت فيها البلاشر الكريمي. بيخلي كده اللوك كيوت كده وشكله باربي كده وجميل قوي. هحط بقى الايلاينر بتاع تشاو اللي هو دوت اللبني، هنرجه كويس. وهحطه في المراية. طبعا انا مش هعرف احط خالص ايلاينر وانا هنا، بس هحطه بقى وانا هنا.
حطيت الايلاينر خلاص. هحط بقى الماسكارا بتاعت، انا بحط ايسنس لاش برنسيس اللي هي الخضرا، بس انا دلوقتي عايزه احط اللي هي دي لسه جايباها جديده، اللي هي اللاش برنسيس. هتشوفوا دلوقتي هتعمل ايه، بس هي بس بتقعد تطرطش حواليها. بصوا الفرق، والله ما هتكلم، انا مش هتكلم. هحط بقى الهايلايتر بتاع ويت اند ويل. بنحطه هنا على الاماكن العظم، على اعلى منطقة في الخد، وبنحطه هنا على النوز كده، وبنحطه في الكورنر بتاع العين، ممكن نحط هنا كده. واخر حاجة هحط الروج. انا معايا روج ميبلين، بس انا هستخدم الروج بتاعي اللي هو ده ويت اند ويل موكا، عشان يعني يبقى لايق اكتر. هحطه هنا في المراية. المراية دي كنت جايباها من شي ان. هو على بني كده. وده كده كان الميك اب اللي انا حطيته النهارده. يا رب يكون عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا بحاجه واتسلينا كده. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا له لايك وشير وسبسكرايب، وتروحوا تعملوا لي فولو على الانستجرام عشان كل الحاجات الجديده بعمل لها ابديت على الانستجرام. ويا رب يكون الميك اب عجبكم. قولوا لي رايكم في